جلسه عبر تقنيه الزوم ما بين الكابتن والاسطوره محمود الخطيب وما بين ايفرتون نفسه وما بين حد من مجلس اداره النادي التشيكي. المفروض حسب الكلام اللي جالي من النادي الاهلي ان اللاعب ايفرتون البرازيلي اقترب بشده من النادي الاهلي ولم يتبقى الا التوقيع فقط، لم يتبقى الا التوقيع فقط للاعب ايفرتون دي سيلفا، لم يتبقى الا التوقيع فقط للاعب ايفرتون دي سيلفا اللاعب البرازيلي. لاعب مهم جدا، لاعب هيبقى اضافه للنادي الاهلي، لاعب جناح قوي جدا 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 بنسبه 99%. ايفرتون البرازيلي لاعبا في النادي الاهلي. اخويا وحبيبي الغالي اللي بيعمل لي لايكات كتير ده، الهي يا رب تزور حضره النبي عليه الصلاة والسلام. حبيبي يا غالي، ربنا ما يحرمني منك ابدا يا حبيبي، اخويا وحبيبي الغالي الجميل. يا رب تكون بخير ويا رب تكون بصحة وسعادة، احلى واجمل اخ في الدنيا كلها. ربنا يا رب ما يحرمني منك ابدا اخويا وحبيبي الغالي. طيب، كنا بنتكلم كمان في ايه؟ كنا عايزين نتكلم في ايه كمان؟ كده يا جماعة، بنسبة كبيرة جدا ان ايفرتون البرازيلي لاعبا في النادي الاهلي، وده هيبقى هدية رأس السنة لجمهور النادي الاهلي. ده هيبقى هدية العام الجديد لجمهور النادي الاهلي ان شاء الله رب العالمين. ايفرتون البرازيلي هيكون لاعب في النادي الاهلي، ايفرتون البرازيلي هيكون لاعب في النادي الاهلي، ويبقى اضافه قويه جدا 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 للنادي الاهلي، ويفرح كل جمهور النادي الاهلي بالصفقات. بقى الناس زعلانه والناس متضايقه والناس غضبانه ان لسه ايفرتون ولسه النادي الاهلي ما جابش صفقات، لكن ان شاء الله رب العالمين النادي الاهلي هيعمل مش هيقل عن 3 صفقات. النادي الاهلي مش هيقل عن 3 صفقات، ولكن اكتر باذن الله رب العالمين. مش هيبقوا 3 صفقات بس. هو النادي الاهلي انسحب من صفقه اسامه الادريسي. جالي كلام النهارده ان نادي كلوب امريكا المكسيكي دخل في الصفقه وبقوه. نادي كلوب امريكا المكسيكي بيطلب اسامه الادريسي من نادي باتشوكا المكسيكي، ولكن اللاعب عنده رغبه يلعب للنادي الاهلي، والاهلي ما انسحبش من صفقه اسامه الادريسي. وخالد بيه مرتجي المفروض حسب الاخبار اللي عندي هو دلوقتي في المملكه العربيه السعوديه بيعمل عمره، بيعمل عمره. خالد بيه مرتجي بيعمل عمره، والمفروض انه يطلع من السعوديه على المكسيك يخلص صفقه باتشوكا المكسيكي. هو النادي الاهلي دلوقتي ان شاء الله رب العالمين صفقه ايفرتون البرازيلي ده وارد جدا خلال 72 ساعه يكون في القاهره. يعني وارد جدا نعلن عن وصول ايفرتون دي سيلفا البرازيلي خلال 72 ساعه. وارد بنسبة كبيرة جدا 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 ان خلال 72 ساعة النادي الاهلي يعلن عن صفقة ايفرتون دي سيلفا البرازيلي. طيب، هو ده اللاعب بس؟ لا، في لاعب كمان النادي الاهلي بيفاوضه، قلت لكم عليه من حوالي اسبوع، وهو اللاعب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللاعب الارجنتيني جونزاليس. ده برضه لاعب قوي جدا والنادي الاهلي مهتم بالتعاقد معاه، لكن الصفقه وصلت لايه ما عنديش معلومه مؤكده. انما المؤكد زي ما قلت لكم امبارح في اللايف بتاع الظهر ان النادي الاهلي هيبقى في اجتماع ما بين الكابتن والاسطوره محمود الخطيب واداره النادي التشيكي واللاعب ايفرتون البرازيلي نفسه. وجالي الخبر بالليل زي ما قلت لحضراتكم في اللايف بتاع بالليل ان النادي الاهلي خلص صفقه ايفرتون دي سيلفا، خلص صفقه ايفرتون دي سيلفا اللاعب البرازيلي بعد اجتماع الاسطوره محمود الخطيب معاه. فاذا ان شاء الله رب العالمين ايفرتون دي سيلفا البرازيلي اول لاعب في يناير القادم هينضم للنادي الاهلي. النادي الاهلي لسه ما استسلمش في صفقه بغداد بونجاح. في كلام عن يوسف ساليتش واسد الحملاوي، ولكن يا جماعه بغداد بونجاح، بعد بغداد بونجاح مين؟ في موجود مهاجم سويسري، وده اللي اختاره مستر كولر وقلت لكم عليه بقالنا اسبوعين 3، لكن لحد الان والله العظيم ما عارف اجيب اسم مهاجم. الناس متكتمين جدا عليه. اللي طلبه المدير الفني مارسيل كولر، اللي طلب التعاقد مع المهاجم السويسري المدير الفني